السلام عليكم خوتي. معكم زين الدين. هنايا في هاد القفص بنيتو هنايا بإذن الله. وريكم التجربة تاعي مع طائر الحسون. الحمد لله على كل حال، ربي يوفقني إن شاء الله. أن الذكر والأنثى استطعت أني نمكنهم من التزاوج والتكاثر، وبإذن الله الأنثى راهي تحضن على 5 حبات بيض. هاي الأنثى تلعش كما تلاحظون، وهذا الذكر كما تلاحظون. هذا نموذج القفص معذرة. الذي بنيته أنا بإيدي. القفص يحتوي على قفصين في الأصل، قفص كبير الحجم حيث أنه تركت الأنثى لوحدها كل مدة تغيير الريش، مع العلم أن هذه الأنثى هي في عامها الأول، يعني أنثى جديدة. وهذا ذكر هو في عامه الأول كذلك، لكن الأنثى تكبر على الذكر بشوي بقليل، يعني هي ممكن تكون من المنتوج الأول في العام اللي فات، يعني تكبر عليه حوالي 2 ولا 3 أشهر. وهما هاي الأنثى وضعت العش تاعها وهي راقدة على الفراش، على بعض معذرة على البيض. ها هو البيض. الحمد لله حصلت على 5 بيضات بيض، 5 بيضات، وفي حوالي 4 بيضات مخصبة، وفي واحدة بيضة غير مخصبة. وقفص يحتوي على قفصين في الأصل. القفص الكبير حضرت فيه الأنثى، والقفص الصغير هو معزول، هو داخل القفص الكبير لكن معزول، حيث الذكر لا يستطيع أن يرى الأنثى ولكن يسمعها. وبهذه الطريقة تحفز الذكر والأنثى على تحضر لموسم التكاثر، من حيث الأنثى تسمع الذكر والذكر يسمع الأنثى. في القفص الصغير أنا حايط ذكر والأنثى، لكن نوع طائر آخر، يعني هذا الطائر هو يسمى هون بالهاوس فينش. هذا الطائر لأول مرة أعمل معه، ما صار لي أنا عملت معه. مع العلم أنا متواجد في كاليفورنيا، وهذا الذكر الحلزون والأنثى هو الزوج مصطاد في أستراليا ويباع هون في أمريكا. وهذه نافورة ماء لكي توفر لنا الحمام. وهذه الطريقة ناجحة 100%، ولو ما تكون عندك خبرة كبيرة في الحسون، لكن بإذن الله هذه الطريقة ناجحة 100%، لأن الأنثى هي محتاجة لبعض المكان، وهي لازم تحضر في مكان
ولما تحضر بك مش من اللائق انك تغير لهالمكان. لو بتغير لهالمكان ما بترتاح وما بتبني العش وما تكون قابلة للتكاثر. اما الذكر فهو كذلك. وهذا القفص هو خارج البيت وليس في البيت كما تلاحظون، هو خارج البيت. بهذه الطريقة توفر للحسون وللأنثى إضاءة طبيعية. ومع العلم نحن في الشهر السادس، نحن في الشهر السادس، وبالتوفيق إن شاء الله إلى كل مربين حسون. والسلام عليكم.